شبهات وردود. قال: لا يقبل إلا الحديث المتواتر في العقيدة. هذا الكلام قاله الأسدي يعيب على أهل السنة أنهم يقبلون أحاديث الآحاد، ويمدح مذهبه في أنهم لا يقبلون في العقيدة إلا المتواتر. طبعا الكلام عن تحريف القرآن وعدم تحريفه هي مسألة عقائدية، وكما أسلفت قبل قليل أن القضايا العقائدية تؤخذ باليقين ولا تؤخذ بالروايات الآحاد ولا تؤخذ بالظنون، لأن المنهج في القضايا العقائدية عندنا يختلف عند جمهور المسلمين في الواقع، يختلف عن المدرسة السلفية. المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع، يعني جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المتواتر، ما رواه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا مثلا البخاري مثلا ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني وغيرهم من علماء المسلمين، أو الدارقطني المتأخر عن هؤلاء، ابن خزيمة مثلا، ابن حبان، أبو حاتم، هؤلاء يروون كلهم عن مجاميع، وهذه المجموعة تروي عن مجموعة من التابعين، ومجموعة من التابعين تروي عن مجموعة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقال له متواتر. فالمتواتر إذا ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب. هذا هو الحديث المتواتر. يقول: لا نقبل إلا الحديث المتواتر في العقيدة. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة فعلى خلاف ذلك، نعم، كما قال، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولم يؤكد على قضية التواتر هذه التي يدعونها. ثم ما معنى أن نقبل في العقيدة المتواتر ونقبل في غير العقيدة غير المتواتر؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني في الأحكام، في الصلاة، في الطهارة، في الطلاق، في الميراث، في الحج، في الأيمان، في النذور، نقبل أحاديث الآحاد التي لم تبلغ حد التواتر، بينما في العقيدة لا نقبل إلا التواتر. على أي أساس هذا التفريق بين العقيدة والأحكام؟ العقيدة والأحكام شيء واحد، شريعة وعقيدة. الذي يقبل في العقيدة هو الذي يقبل في الشريعة، والذي يقبل في الشريعة هو الذي يقبل في العقيدة. لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان ثقة في العقيدة غير ثقة في الشريعة، ثقة في الفقه غير ثقة في العقيدة. لا يمكن أن يقال هذا. الذي يمكن أن يهم ويخطئ في أمور العقيدة يمكن أن يهم ويخطئ في أمور الفقه، والذي يصيب ويصدق في الفقه هو كذلك يصيب ويصدق في العقيدة. إن أحاديث العقيدة لو جمعت لم تتجاوز 200 حديث، هذا على أكثر تقدير، وإلا بعض أهل العلم يرى أن الأحاديث المتواترة لا تتجاوز 70. ثم إذا جئنا إلى هذه 70 الأحاديث 70 هذه، والتي ألفت فيها كتب صغيرة، كتيبات في المتواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو جئنا إلى هذه الأحاديث القليلة جدا مقارنة مع الأحاديث الكثيرة التي بالآلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا هذه إلى هذه ثم بعد ذلك أخذنا الأحاديث المتواترة واستخرجنا منها فقط أحاديث العقيدة، لم يصفوا لنا، وهذا حسب إحصائية قمت بها أنا، لم يصفوا لنا في العقيدة سوى 8 إلى 9 أحاديث فقط في العقيدة متواترة فقط. من أين نأخذ بقية الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا القرآن كله متواتر، وعندنا السنة 8 أحاديث في العقيدة متواترة، وبقية الأحاديث أين؟ ترفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا معنى قولهم أنه أن ترد سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من وجهة نظرهم صحيح، لأنهم لا اعتماد لهم على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الأمر ليس عليه أمر النبي قطعا فهو رد. ما هي العقيدة؟ الدين. أليس النبي صلوات الله وسلامه أرسل عليا يعلم الناس الدين؟ أليس النبي صلوات الله وسلامه أرسل أبا عبيدة لأهل نجران يعلمهم الدين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن يعلمهم الدين؟ أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة يعلمانهم الدين؟ أليس النبي أرسل أبا موسى؟ أليس النبي أرسل أبا بكر؟ كان يرسل علماء الصحابة صلوات الله وسلامه. لكن لو جاء هؤلاء إلى الناس يدعونهم وقالوا لهم ولكن اعلموا أنه في العقيدة لا يقبل المتواتر، أي عقيدة أعظم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، من توحيد الله جل وعلا؟ فيقولون للناس، يأتيهم معاذ، يأتيهم علي، يأتيهم أبو موسى، يأتيهم أبو عبيدة، فيقول الواحد من هؤلاء لأولئك الناس اعلموا أنه لا يقبل في العقيدة إلا المتواتر. طيب أنت شخص واحد تأتينا وتقول لنا لا يقبل إلا المتواتر، كيف نقبل منك إذن؟ كيف يصلح الآن أن يخرج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يدعون الناس في أقطار الدنيا؟ كيف يدعونهم وهم يقول للناس لا تقبلوا إلا المتواتر؟ أنتم آحاد، أنتم أفراد، إذن لا يصح أن يدعو فرد إلى دين الله تبارك وتعالى. هذا كلام باطل، ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء.